يا عم يا بتاع السجاير، ويا عم يا بتاع الشيشة، عيالكم أولى بالجنيه، وصحتكم أحلى ما في العيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في كل مكان، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وفي أسعد حال. احنا النهاردة واحنا بنودع سنة عدت من عمرنا وبنستقبل سنة جديدة، فحابب ان انا اشارك مع حضراتكم بقصيدة عن التدخين، واتمنى من كل حبايبي في كل جروب اي حد يعجبه القصيدة ياريت يعمل لنا مشاركة عشان خاطر توصل لعدد كبير من الناس، وفي نفس الوقت يبقوا بيدعموني ان انا احاول ان انا اقدم محتوى مشابه لذلك باذن الله. النهاردة القصيدة بقول فيها: يا عم يا بتاع السجاير، ويا عم يا بتاع الشيشة، عيالكم أولى بالجنيه، وصحتكم أحلى ما في العيشة. السادة المدخنين مدمنين التبغ والنيكوتين، اللي عايز يعيش في أمان يبعد عن الدخان ويقرب من الرحمن، والحد كده وكفاية ويركز لحظة معايا. من أجل دينه وصحته ومن أجل شبابه وأسرته يا ريت يسمعني للنهاية، علشانك انت مش عشاني، كفاية وما تدخنش تاني. صحتك هي رأس مالك ورصيدك الأولاني، حافظ عليها قبل ما تيجي في يوم وتعاني من تبغ ونيكوتين، تلاقيهم عاملين سرطان على الرئة وانسداد في الشرايين. ده غير ان كتير من الناس ما يعرفوش ان التدخين بيتعب القلب والبطن والكلى والكولون وكمان البنكرياس. يعني حضرتك بتدمر نفسك من الأساس، بتدمر نفسك بإيديك، مش خايف على نفسك. طب تقدر تقول لي مين هيخاف عليك ولا يفكر يوم يراعيك بعد ما صرفت فلوسك على الدخان والمرض في جسمك أشكال والوان، كل شيء دمرته حتى السنان، وقاعد تتعالج وتقول معيش، وتشتكي من صعوبة في أكل العيش، وتلاقي ابنك يقولك يا بابا عايز اخد زي زمايلي دروس، هتقول له ما ينفعش مفيش فلوس. ما تقدرش تراعي ابنك اكيد ويسيب دراسته عشان بليد، ويبقى حضرتك انت السبب الوحيد. صرفت فلوسك على السجاير والشيشة وعيالك قاعدة وشايلة هم العيشة. كنت نازل سيجارة في سيجارة فاكرها شطارة، لكن يا 100 مليون خسارة. بنشتكي من تلوث البيئة واحنا اصلا في الحقيقة بنشتري بايدينا السموم، وبنوهم نفسنا اننا بنحرقها وقت اللزوم، وقت ما اكون متضايق او مهموم، وشوية شوية بنشربها على ريق النوم. واللي صايم للرحمن وجاي بيفطر على قطران ما يعرفش ان ربنا نزل من القرآن 6236 آية بيخاطب فيهم الإنسان في كل وقت وكل مكان. وحضرتك جاي بتأذي نفسك بالدخان، بتأذي نفسك واللي حواليك، بتأذيهم كمان بإيديك. طب ايه ذنب أطفال بريئة بتتأذى كل دقيقة؟ يا ريت تواجه نفسك بالحقيقة، ولو في ايدك سيجارة ترميها من أجل عيالك، تبطل تشتريها، ومن أجل نفسك ما تفكرش تاني فيها. انوي بس وقول نويت قبل ما تيجي تقول يا ريت. كان عندي عزيمة او اصرار، عدمت القيمة جابت لي مرار، وتلاقي نفسك كده يأسان، وكل ده من الدخان والتدخين. التدخين اصلا حرام، في حق عيالك بيكون اجرام، وفي حق نفسك بيبقى انتقام. واخيرا وخلاصة الكلام: يا عم يا بتاع السجاير، ويا عم يا بتاع الشيشة، عيالكم أولى بالجنيه، وصحتكم أحلى ما في العيشة. خالص تحياتي للجميع. القصيدة دي موجودة في ديوان الحب والحياة، ديوان العامية اللي أنا عامله قريب.
طبعا اللي مش عارف الديوان اسمه الحب والحياة للشاعر إبراهيم عبد اللطيف بردنة. دوت آخر إصداراتي، وإن شاء الله انتظروا المزيد. وأتمنى أي حد يعجبه القصيدة إن هو ما ينساش يدعمنا ويعمل لنا مشاركة علشان توصل لعدد كبير من الناس. خالص تحياتي لحضراتكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.